نتفسح يا ولادي. رحمه، خلي عندكم رحمه، وبالتالي غيبوا. فلما يطلع له واحد بقى في العقلي والروحاني، ما انا قلت لحضرتك لما بنخاف ونكره عيشتنا ونبقاش، يبقى كل الطاقه في المركز الاول خوف وعدم انتماء للبيئه اللي انا فيها، بلجأ للروحاني. الروحاني بتاعه شكله ايه؟ شيخ مكشر في الجامع بيقول له ان المؤمن مصاب، وانك انت كده عشان انت احسن من غيرك، فبالتالي تروح تفجر نفسك وتتخلص منهم، والجهاد ومش الجهاد. بيصدقوا لانه عايز حاجه تعوضه العيشه عن الهم اللي هو فيه، وان هو دايما الفقراء ان هم هيعيشوا كويس قوي في الحياه في الجنه. عايز حاجه طبعا تعوضه عن اللي هو فيه. صحيح. فمن يسأل عن اللي احنا فيه النهارده لا طبعا هو النظام اللي عمل كده في الناس دي. ده صحيح. وخلى كل الناس دي جهله، ما علمهمش. كل الناس دي مغيبه، كل الناس دي عايشه تحت حد الانسانيه، كل الناس دي ما عندهاش اي شيء يثبت انها انسان. فبالتالي عقليا بقوا مريجد، عنده وجهه، هو بيكلمني هو مش مصدق. طيب خلينا نبقى في الواقعي. حضرتك كلامك على فكره، كلام اللي حضرتك بتقوليه ده هو ده منطقي، او كان سبب رفضي للنظام القديم جدا، ولكن عالجيني انا بقى، بصي لي انا، هندفع الثمن. لا ثواني، ما قدرتش ايدي تتمد وتكتب وانا في الانتخابات. انا خايفه اضيع وقت في الحته دي. قولي لي اللي زيي. طب لا ده المهمين جدا حضرتك تقنعيهم في الحته دي، لانه اللي جاي صعب قوي. احنا خلاص ده حصل، انما اللي جاي بقى احنا هنتعايش مع بعض ازاي. الاكثر اتزانا هو اللي مطلوب منه يحتوي الاقل اتزانا. فبالتالي احنا لازم الاول نعذرهم ونبتسم وندعي. ما احنا نفسنا ما عندناش غير الروحاني، كل واحد يلجأ للمصدر بتاعه بقى، مصدره نجمه، مصدره معرفش ايه، يا رب يبقى مصدره ربنا، ويلجأ ويدعي يا رب يا كاشف يا غالب اكشف الغمه والف قلوبنا على بعض. لازم كلنا نصحح نياتنا ونبقى عارفين ان احنا عايزين نشوف مصر كده تاني آمنة بكل فئاتها، بصليبها، بدقنها، بعمتها، بشعرها، بحجابها، بنقابها. هي دي مصر. محدش يقول ان احنا عايزين نقصي الاخر. على فكرة كتير جدا جدا من النشطاء هيكرهوني ويشتموني، هم حرين، دي وجهة نظري، دي وجهة نظري. ما انا قاعدة في الشارع من يوم 28 يناير لغاية النهارده، ومش همشي من الشارع. ايوه بس حضرتك برضه بتتكلمي نوعا ما، لا حضرتك بتتكلمي نوعا ما كلامك مظبوط جدا للمدينه الفاضله. لا هو مش المدينه الفاضله، مش هيحصل. على فكره الاشتراكيين او الاناركيين اللي هم بيدعوا بانه ما فيش حاجه اسمها دوله والشعب بيحكم نفسه، دول برضو بيدعوا بالمدينه الفاضله. بس بقى ايه، يا رب يتكلموا زي ما بيدعوا. طب لما انت يا سيدي بتدور على المدينه الفاضله، المدينه الفاضله فيها الناس بتسامح بعض، المدينه الفاضله فيها الناس بتتقبل بعض. فاحنا هنتعب وهندفع الثمن وهنقاسي، وفي دم اهدر وسيهدر، لغايه ما العقلاء، اذا كان فيهم عقلاء، اذا كان في حد فيهم بيتقي ربنا في ولاده، عشان الدنيا دواره وهتدور وتلف وتيجي في ولادهم، ويبطل يقوم. وبعدين تيجي ننهض بمصر، تعليم 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 تعليم، ترفيه 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 ترفيه. روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. القلب يعمى فما يشوفش غير غضب، القلب يعمى فما يشوفش غير عنف، القلب يعمى فما يشوفش غير قتل وحقد وكراهية والى آخره. لازم المصري، هو احنا سوريا الله في سماء ما هيعرفوا. لا المصري اولا ما عندناش الجلد ده على اي شيء، صحيح، فمش هنعرف نكمل، هنزهق. نمرة 2، المصري طيب ودمه خفيف. يعني اتفرجي على الناس، مش نزلوا في الميادين كلهم وبيحرضوا، والجزيره بتحرض ومش جايبه ناس، انا حسبنا الله ونعم الوكيل، وتقول لك الميادين فاضيه وناس عماله تقوم وتحرض. المصري مش هيعرف يكمل كده. المصري هيسامح. النهارده الناس اللي كانت في الميادين زعلانه على اللي ماتوا امبارح طبعا، النشطاء اللي احنا في الشارع من يوم 28 ومن يوم 25 واللي كانوا الصفوف الاماميه في محمد محمود النهارده، وشفنا الاخوان واقفين لنا على السور جنب الجيش واحنا بيحصل فينا كده، او جنب الشرطه، او عفى الله عما سلف، او جنب كل اللي كان بيحصل. النهارده النشطاء دول واقفين جنب الاخوان اللي ماتوا امبارح. فاذا احنا بجد شعب مترابط. ارجوكم يبقى في حد عاقل ويطلع يبتسم ويفهم ان مش هينجدنا من اللي احنا فيه ده غير تصحيح النيه. قلبي اشيل فيه تسامح وحب،
افهم ان الناس دي ما عندهاش انتماء لمصر، لان مصر بصراحه ما ادتلهاش حاجه، لا علمتها ولا سكنتها ولا عالجتها ولا ما شافوش غير فقر وقمع وحبس و... وذل وشافوا كل حاجه وحشه. فبالتالي لازم كلنا مع بعض نحاول ان احنا كلنا مع بعض نطلع تاني. صحيح، انت بتنتمي للمكان اللي انت فيه لما بتكرمي فيه، يعني حقيقي، يعني دي حاجه مهمه طبعا. صحيح، الواحد هو بيتولد باي نيتشر، يعني بطبيعته منتمي للمكان اللي هو فيه، لكن بيغذي الانتماء ده طول سنين حياتك اللي بتقوليه ده. بس خلي بالك تعليمك كمان الكويس ورفاهيتك ان ده ما بنقدرش وثقافتك. نعممه، يعني في ناس من اللي ربنا سبحانه وتعالى فضلهم على كثير من خلقه وهم تفضيلا خونه. كارهين مصر طبعا ومش لوحدهم، طايقينها، صحيح. وفي ناس من اللي هم حصل فيهم كده كتير حابين جدا مصر برضه. قاعدين في بيوتهم او نازلين معانا في التحرير والاتحاديه صحيح، والى صحيح. اخره، ومدين كلها بدقولهم ونقابهم وحتى في اخوان كتير انشقوا. طب امال ايه والمصر الفرق بقى بين اهو حضرتك عملتي حاجه حلوه قوي، قلتي في ناس عانوا من نفس اللي عانوا منهم هذا الفصيل، ولكن معانا مش قادرين يخونوا وطنهم، مش قادرين يعملوا اي حاجه رغم ان الوطن ما ادالهمش اللي هو المفروض يديهولهم. زي ما قلت لحضرتك، لان احنا 4 اجسام، طاقتي الحيه اللي بتحدد بتختلف. مستوى ادائي ومستوى انتمائي ومستوى تفاعلي مع جميع الاحداث في الدنيا، وهي 4 طاقات او 4 اجسام: جسماني، عاطفي، عقلي، روحاني. فعلى حسب كل واحد فينا عنده قد ايه في كل حته. الجسماني ايه؟ يعني الجسماني يعني حضرتك شايفه حاجات كويسه، عايشه كويسه، طب عايشه وحش، بس مثلا حد عاطفي كان عنده ام مثلا لطيفه وطيبه وبتطبطب عليه ورضعته حب. المشكله ان في الوسط ده المراه بتبقى اولا متهانه وثانيا كادحه، فبالتالي بتبتدي الصبح يومها ازاي؟ باناشيد الصباح، شبشب ومنكوشه وشكلها مش نظيف وبتزعق للعيال وبتشتمهم. تطلبي بقى من الست دي او تطلبي من الاولاد دول ان هم يخرجوا لحياتهم حاسين بالحب ولا حاسين بالكره ولا حاسين بالعنف ولا حاسين بالغضب؟ فاهميني؟ فهي حلقه وسيمفونيه، مش ممكن هنعرف نحل البيضه ولا الفرخ الا لو حد كده راح جاي قاصص من النص وقال انا هبتدي بكل حاجه، هبتدي بناس تتكلم بقى بالحب بجد، مش بالحب ياده اللي سمعناه كله بالحب، الحب اللي بجد. وهبتدي بناس تعلم، وهبتدي بناس نتكلم في العداله الاجتماعيه ونرفع الحد الادنى للاجور، نزود المواصلات عشان الناس اللي بتتبهدل في المواصلات كل يوم، نعمل توعيات، نخلق متنزهات. لازم يكون في حل. فهم 4 اجسام وكل واحد واخد قد ايه في ال4 اجسام دول. الجسم العقلي كان نصيب كل واحد فيهم قد ايه من العقل؟ هل هو كيس فطن؟ مستوى ذكائه قد ايه؟ الاب اللي رباه كان بيبث افكار شكلها ايه جواه؟ عوامل كتيره جدا. ما فيش حاجه اسمها ان احنا نثبت قواعد، لان العوامل مختلفه جدا جدا. روحانيا لجأوا لانهي مصدر؟ لجأ للرب الرحمن الرحيم العفو الغفور السلام، ولا لجأ للرب المنتقم الجبار؟ ما هو في برضو فرق. في فرق ما بين ان انا كل ما اغذيكي اقول لك قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، او كل ما اغذيكي اقول لك ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي موجوده ودي موجوده، واختاري. هو بيختار الحاجات اللي بيلعب عليها. الخطاب الديني صحيح نمره 1 في البلد دي، لان احنا ناس متدينين بطبعنا، مسلمين ومسيحيين. هو ما بتسمعيش المسيحي بيقول لك ما شاء الله ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه، لان دي ثقافه. ثقافه صحيح، ملهاش دعوه خالص، ملهاش دعوه بحاجه. النكت على تويتر كلها ايه؟ ابانا الذي في المخابرات. انت جامد فحت، وبصراحه هو جامد فحت. هي ابانا الذي في السماوات عملناها ابانا الذي في المخابرات. ربنا يخليه لنا يا رب. يا رب، اللهم امين يا رب، واحفظه. يعني احنا عايزين اوكي هنلطم جميعا، مش هنروح حته. لو لطمنا
4 اجسام يا ولاد. لا كنا لطمنا بقالنا 2.5 سنين الحمد لا لله. مفيش زي اللطم بتاع دلوقتي. طبعا بس لا 4 بس هو أجسام. جسماني انا شايفه فيه واقع مرير، ناس بتموت وناس بتقتل بعض وتهديد بالحرب الاهليه لن يفلحوا. لا خالص. عاطفي، ارجوكم ما تكرهوهمش. الدنيا كلها طاقه، وفي حاجه اسمها الضمير الجمعي، بنحط في الضمير الجمعي ده كل طاقتنا مع بعض. الناس المبشرين والمبتسمين الهاديين تدخلي تحسي في بيتهم ان هم البيت شرح ودمه خفيف. ليه؟ لان في، من غير ما تسمعي صوتهم، لان في ضمير جمعي. عايزين كلنا عاطفيا نبعت للضمير الجمعي ده ابتسامه، حب لكل حد، عذر لكل الناس، تقدير لجميع الظروف. عقليا نفكر هنعمل ايه. اول حاجه، جارك المسالم اللي جنبك المختلف عنك سامحه واعتذر له. لا بلاش تكرهه طبعا. سامحه واعتذر له. طبعا. المختلف عنك من الفريقين. طبعا. من الفريقين بقول طبعا. الكلام ده عاطفيا. عقليا ارجوكم يا جماعه، عقليا نبتدي نفكر كلنا ازاي سنحتوي هذا الوطن. كل واحد غني يعلم 2 ذكة عن ولاده، يعلمهم تعليم مظبوط. روحانيا نلجأ ونثق في الله ونقول هنعدي، يعني هنعدي. الله كاشف، الله كاشف، الله كاشف. يا رب الناس كلها تقول الله كاشف. على رأي ايه شلباوي على تويتر طول النهار يقول لنا الله كاشف، وانا بقول الله كاشف، الله غالب، الله حافظ. لن نكون سوريا. مصر محمية، ولادها كده خير أجناد الأرض في رباط إلى يوم الدين. دمنا خفيف ومتسامحين، وفي عز الغم والهم ننكت، وفي عز المحنة نضحك، ولو ما لقيناش حد نضحك عليه نضحك على نفسنا. صدقيني هنعدي ان شاء الله. هنعدي ان شاء الله. دكتورة هناء بشكرك جدا جدا، وميرسي انك جيتي رغم انا عارفه ان ظروف الطرق مش لطيفه. بس بشكرك جدا جدا على وجودك معانا، وعايزه حضرتك تحضري معانا ان شاء الله حلقات قادمه ان شاء الله.